في أمراض بتوجع الجسم وأمراض بتوجع القلب، لكن الزهايمر بيوجع الذكريات، بيمشي جوه المخ في هدوء سنين طويلة من غير ما حد يحس بيه، كأنه ضيف تقيل دخل من غير استئذان وقرر يطفي نور مدينة كاملة شارع بعد شارع. وأول حاجة بيعملها مش إنه يخلي الإنسان ينسى، لكن بيخليه يتوه، ويتوه في الكلام وفي الأماكن وفي القرارات، وساعات يتوه جوه هو. يمكن تكون فاكر إن اللي بينسى اسمك خلاص ما بقاش بيحبك، لكن الحقيقة أصعب من كده. هو ممكن يكون فاكر إحساسك وناسي اسمك، وده لأن المخ مش بيخزن الحب في نفس المكان اللي بيخزن فيه الأسماء. عشان كده تلاقي مريض الزهايمر بيبتسم لما يسمع صوت حد بيحبه حتى لو مش فاكر هو مين. ويمكن دي أول معلومة هتغير فكرتك عن المرض. العلماء اكتشفوا إن الزهايمر ممكن يبدأ قبل أول عرض يظهر بحوالي 20 سنة، 20 سنة كاملة، وهو بيغير في خلايا المخ بهدوء. خلايا عصبية بتموت واحدة ورا التانية، وروابط كانت بتوصل بين الذكريات بتبدأ تتقطع. ولما الروابط دي تقل المخ بيبتدي ينسى الطريق، وده اللي يخلينا نفهم ليه أول أعراض المرض مش النسيان، لكن تكرار الكلام وضياع الوقت وصعوبة اختيار الكلمات. وأوقات الشخص بيقف في نص الجملة لأنه نسي الكلمة اللي كان هيقولها. بعدها بيبدأ ينسى المواعيد، وبعدين الوجوه، وبعدين الأماكن، وفي آخر المراحل ممكن ينسى حتى اسمه. لكن السؤال الحقيقي، ليه بعض الناس بيجيلهم المرض؟ العمر هو أكبر عامل لكن مش الوحيد. في ارتفاع السكر والضغط والكوليسترول والتدخين وقلة الحركة والسمنة والعزلة وضعف السمع من غير علاج، كل الحاجات دي بتزود خطر الإصابة. وده سبب إن مرضى الجلطات الدماغية كمان بيبقوا أكتر عرضة، لأن الجلطة ممكن تسيب جزء من المخ متضرر، فيقل الاحتياطي من المخ اللي بيعتمد عليه مع التقدم في العمر. لكن وسط كل الأخبار دي في خبر يطمن القلب. المخ مش حجر، المخ بيتغير طول عمره. كل مرة تقرأ فيها كتاب، وكل مرة تتعلم لغة جديدة، وكل مرة تحفظ آية أو تحل لغز أو تلعب شطرنج أو حتى تتعلم وصفة أكل جديدة، أنت بتخلي خلايا المخ تشتغل وبتبني طرق جديدة للمعلومات. العلم بيسمي ده الاحتياط المعرفي، يعني كأنك بتبني طرق بديلة. لو طريق اتقفل يوم يبقى في طريق تاني يوصل للذكريات. وده مش معناه إن القراءة بتمنع الزهايمر نهائي، لكن بتساعد المخ يقاومه وتأخر ظهور الأعراض عند بعض الناس. للأسف لحد النهاردة مفيش علاج يشفي الزهايمر تماما، لكن في أدوية ممكن تبطئ تدهور الأعراض عند بعض المرضى، خاصة لو المرض اتعرف بدري. والأهم من الدواء أسلوب الحياة. كل أكل صحي، اظبط السكر والضغط، ونام كويس، واضحك واختلط بالناس، وتعلم حاجة جديدة مهما كان سنك. كل عادة صغيرة النهاردة ممكن تكون بتحمي ذاكرتك بعد سنين. ولو في يوم قابلت مريض زهايمر، افتكر إن مش بينساك لأنه بطل يحبك، هو بيحارب حرب جوه مخه كل يوم. واوعى تنسى، الإنسان مش بيتقاس بعدد الذكريات اللي في عقله، لكن بعدد القلوب اللي اطمنت وهي معاه. يمكن الزهايمر بيقدر يسرق الأسماء، ويمكن يسرق الوجوه، لكن في حاجة لسه أقوى منه، الرحمة. لأن الكلمة الحلوة والحضن واللمسة الحنينة دي حاجات ساعات بيفهمها القلب حتى لو المخ نسيها. فلو لسه عندك أم أو أب أو جد أو جدة، اقعد معاهم شوية زيادة، اسمع منهم نفس الحكاية لو كرروها 100 مرة، اتصور معاهم واضحك وقول لهم إنك بتحبهم، لأن في ذكريات بنفتكرها بعقولنا، وفي حب بيفضل عايش في القلوب حتى لما الذاكرة بترحل. ربنا يحفظ أحبابكم ويرحم كل قلب نسي الأسماء ولسه بيدور على إحساس الأمان.